كمان هيحاول يكمل اللي انا بديته ده الفيلم ده ان شاء الله. ونتواصل مع الفقرات النهارده محدده، فقرات متنوعه كثيرا، هيكون اولها ان شاء الله مع اول اللي بيواكب ذكرى 18 مارس، ذكرى خروج اهالي درمواسل البواسل للدفاع عن محافظه المنيا لما خرجوا على الحاكم الانجليزي بوب وقلبوا القطر واتعلقت فيها المشانق لاهالي مدينه درمواس. كان اكثر من 33 شهيد في المذبحه دي اللي اختلط فيها الدم بالعسل، عشان كده المركز ده بيسموه بلد الدم والعسل. هيكون ان شاء الله معانا دكتور عصمت يحيى رئيس المهرجان الدولي الاول للسينما لمسرح الطفل ان شاء الله اللي اسمه ضي القمر، وده دورته الاولى انطلقت هنا من محافظه المنيا بالامس وحتى يوم 22 ان شاء الله. دوله فقراتنا هيكون معانا السيد محافظ المنيا السيد اللواء صلاح الدين زياده. هترككم على فيلم التسجيل، اتواصل معاكم ان شاء الله بعد هذا الفصل. المنيا عروس الصعيد، بقعة جميلة من أرض مصر، لها مع التاريخ حكاية ومع الرواة رواية. إنها بلدي ساحرة الوجود، حاضرة الوادي. عرفت المنيا منذ القدم بمنعة خوفو، أي مرضعة خوفو في الهيروغليفية القديمة. جغرافية المكان وموقعها الوسطي جعل منها متحفا مفتوحا لكل الحضارات، فهنا تتلاقى الجبال بوعورتها والنيل بعذوبته والخضرة بجمالها والصحراء بوجهها المتصلب، فنسجت منها صورة مصغرة لمصر وجعلتها بوتقة للحضارة الفرعونية والقبطية والإسلامية. تل العمارنة أرض لم تتدنس من قبل، عرفت التوحيد منذ الأزل مع دعوة إخناتون لعبادة الإله الواحد الأحد الأشمونين. منطقة أثرية عريقة تضم بين جنباتها آثارا فرعونية ورومانية، ومنها كان أول إعلان لمبادئ حقوق الإنسان، إذ تسجل جدران مقابر المنطقة كلمات أمير الأشمونين في الدولة القديمة، قوله: كنت إنسانا أرى الحق، كنت أكره العصبية، كنت صاحب مشورة، ولم ألوث ماء النيل. بني حسن، مدينة الأولمبياء، قبل الزمان بزمان، إذ تروي جدران المقابر رسومات لأنشطة رياضية تؤكد أنها مهدا للرياضة في مصر القديمة. طون الجبل، آثارها نموذجا لامتزاج الفن الفرعوني القديم بالفن اليوناني، وتضم آثارا رائعة لعل أبرزها مقبرة الأميرة العاشقة إيزادورا. جبل الطير، أرض باركتها العائلة المقدسة، فهنا وفي حضن الجبل آوت الصخور السيدة العذراء والسيد المسيح لعدة ليال هروبا من بطش الرومان، وتخليدا لذكراهم شهادة الإمبراطورة هيلانا في القرن السادس الميلادي دير السيدة العذراء. الشيخ عبادة، قرية عريقة في النسب والمصاهرة، فمنها خرجت السيدة ماريا القبطية زوج رسول عليه الصلاة والسلام وأختها سيرين، وفيها اعتكفتا على العبادة والزهد البهنسة.
أرض روتها دماء الصحابة الأبرار، وتحت ثراها يرقد شهداء الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أراضيها ملحمة في البطولة والفداء. وتسير المنيا في موكب التاريخ عبر العصور، وفي 18 من مارس أبان ثورة 1919 تسجل المنيا درسا في البطولة والفداء في ملحمة الدم والعسل. وتساقط جنود الاحتلال الإنجليزي صرعى بين أهالي المدينة الأبطال. وفي العصر الحديث تقدم المنيا للعالم رجالا أضافوا الكثير لحياتنا الثقافية والأدبية والفنية. طه حسين، عميد الأدب العربي وصاحب مدرسة متميزة في الثقافة العربية، حياته رمزا للأمل في مواجهة الصعاب. هدى شهراوي، رائدة تحرير المرأة المصرية ومؤسس الاتحاد النسائي المصري، فكانت أول من نادى بحقوق المرأة المصرية. الشيخ مصطفى عبد الرازق، أول من جمع بين الثقافة الشرقية والغربية، وتولى مشيخة الأزهر الشريف، وصاحب كتابات ومؤلفات عديدة للرد على المستشرقين. وخلال تاريخ المنيا الضارب في جذور التاريخ، قدمت أسماء كثيرة لمعت في سماء الثقافة والآداب والعلوم والرياضة. وتدخل المنيا عصرا جديدا تفتح فيه آفاق العمل والبناء والغد المشرق الممزوج بالأمل. فقد شيدت على أراضيها جامعة المنيا كصرح علمي ومنارة للثقافة والعلوم. وتضم الجامعة 19 كلية في مختلف العلوم والفنون والآداب، ولتنشر علومها في شتى أرجاء صعيد مصر. وتكتمل منظومة البناء والتنمية، وتنشئ الدولة منطقة صناعية كبرى شرقي النيل على مساحة أكثر من 2200 فدان، والتي تضم مصانع ضخمة تفتح باب الأمل والعمل لشباب المحافظة. المنيا الجديدة، رئة جديدة وتوسع عمراني كبير شيدته الدولة على أعالي الجبل الشرقي على أحدث النظم المعمارية والهندسية، لتكون مدينة عصرية تتواكب مع العصر الحديث في التصميم والإنشاء، ولتصبح منظومة للاستثمارات في مجال التشييد والبناء، وجاذبة للسكان بعيدا عن الوادي الضيق، فتحقق معها شعار العمران بالبشر وليس بالحجر. تلك كانت محافظة المنيا، ومسيرتها عبر التاريخ مسيرة ضاربة في جذور التاريخ والزمان نحو البناء والتنمية، ولا زالت تنتظر المزيد.